طيب مدام هلا احنا حنبلش بموضوع كتير مهم. شو هو؟ حتى اللي ما نحن ما بدنا نلف نحكي عنها الا كل خير. لا نحن بدي لك شغله. نعم. نحن مش قصة لا خير ولا غير خير، نحن بدنا نحكي المنطق. بس ما بدي. نحن جايين هون، نحن جايين في عندك انت السؤال جاي تسأليها اياه لهيفا عبر خبر عاجل. نعم. سؤال اللي هو هيدا هو. انت يا هيفا وقت اللي قلتي انه ممنوع حدا يقرب صوبه لجاد من اليوم ورايح، ممنوع، انا ما بسمع لحدا يدق بابه لجاد من يوم ورايح طالما انا موجوده. نعم. انا موجوده. نعم. انا بدي منك انت هيدا التفسير شو بتفسريه؟ طبعا كل اللي بيقروا بيعرفوا شو هذا التفسير، وكل اللي سمعوا هيفا شو عم بتقول بيعرفوا شو عم بتقول. حيكسبوني وبركي رديت قال انا عم ساعده بعد، ولا رديت قال انه انا لقيتك انه شو بقولوا. لا بدي لك شغله، ما انت بالنهايه كل التشيك بتبعتيه مدام ما في هون شيء منطق، في منطق بالحياه. لما انت طالما هيفا عم بتساعده لابنك مانك بحاجه لاعلام، وانك بحاجه لتطلع تقولي. بس سوري بدي اقول لك كلمه، لما ساعدتيني 10 اشهر شفتيني طلعت على اعلان ولا احتجت حدا؟ ما احتجت حدا، نكذب عليكي. بس لما وقفتي انا تبهدلت، لانه راحت الرحمه من قلوب الناس، لانه اخذين هيفا. خليني اسالك كم سؤال. اول نعم. سؤال، انت برايك نعم نحكي بكل موضوعيه وبطيبه قلب اذا بدك دون هيدا، ما بدي انت برايك ليش هيفا وهبه توقفت عن مساعدتكم، مساعده جاد؟ ليش خليني اسال سؤال، انت برايك ليش؟ انت اكيد لما تنامي ولما تكوني قاعده عم تاكلي ولما تكوني قاعده مع ابنك عم تسالي نفس السؤال، انه طب انا حبدا ليش هيك السؤال، لانه انا صراحه ماني مصدق لهلا انه هيفا وقفت، لانه هيفا انا لما اشتغلت معها 5 ايام نعم. بالفيديو كليب كانت انسانه جدا وكريمه جدا، وحتى يعني ما تاخذني بهالكلمه ما في نفر ولا اي شيء بالفيديو كليب يقول هيفا لما بتعمل فيديو كليب اكرم منها ما في، احسن منها ما في. سالتي السؤال، لما كانت تبعت لك المساعدات المصاري عن طريق مين كانوا يوصلوا لك؟ عن طريق واحد اسمه نبيل. شو بيشتغل؟ شو علاقته فيها هو؟ شوفير. قلتي لي شي جوزيف حدا؟ جيريوس كنت اتصل فيه ليحكي الست هيفا، واتصل بساندرا ليحكوا الست هيفا، لانه الست هيفا انشغالاتها وسفرها، انا ما بقول انه تناسد جاد، لا سفرها الطويل وكترتها وانشغالها، يعني ما حتقعد تفكر بجاد بس صراحة. هي اكيد لما تكون ناويه تساعد جاد وتكون عم تسافر ورايحه وعندها شغل في يكون حدا وكيل عنها. لما يتصل فيها رامي، رامي فورا كانت تقول له يا انا ناسي وتعطيه المبلغ لجد. بس انا فتره طويله اللي مجنني لما اتصل يتهربوا مني. من ساندرا. لمين اتصلتي؟ نعم. ساندرا ترجيها على التليفون. شو يقولوا لي؟ يقولوا لي مسافره، وانا اتاكد انه هي ما مسافره، تكون موجوده بلبنان. لانه كيف كنت تتاكدي؟ اللي اكد لي يكون عندها حفلات ببيروت. اوكي. طب انا بدي اسالك سؤال، هلا هي مش كيف عم تقولي انه هي زارتكم بالبيت؟ نعم. شو اجت عملت بالبيت هون؟ اجت عملت عنا بالبيت، اجت لتطل على جاد، كان جاد مريض، اجت لتطل عليه، وبنفس الوقت اجت لحتى شو اسمه كيف بدي اقول لك تسلم عليه، وبنفس الوقت تزورنا مثل كيف يعني كنت عملكم زياره للبيت مودة، وتتعرف على افراد البيت. هذا اللي طيب هي ليه ما خلت العلاقه او التواصل بينك وبينها مباشره؟ هيدا اللي كنت حابه كثير، وترجيت رامي وترجيت انه عم تقولي انه هي زارتكم بالبيت، يعني انت كنت فيك بكل بساطه تخلي هيدا العلاقه تكون بينك وبينها مباشر. انا كثير ترجيت هالشيء يكون، بس هي كانت عم تقول شغله انه ما فيها تكون متواصل ديركت معها لانه هي عندها شغلات. بس طلبنا منها رامي زين الدين، طلبنا من انه خلينا نكون حوالي مباشره من البنك للصبي اي شيء، بس لانه علاجه، لاني انا كنت كثير وقت ترمي الابره اتضايق ما اضربه اياها، لانه ابني الشيخوخه المو بكره. طيب لما بدك تكوني بحاجه لتشتري ابره لابنك وما كانت هيفا موجوده، او ما كان المبلغ اللي كنت بعت لك اياه اوريدي هيفا موجود، شو كنت تعملي؟ كيف صدقا كنت اتبهدل كثير، كنت اشتري الابره ويا ما كنت روح عند اصدقاء اتبهدل 50 لمه، ويا قد ايه من الصيدليه. طب بدي اسالك سؤال، بس سوري عم بقاطعك، بدي اسالك سؤال، اول شيء كيف كانت بدايه جاد بالكليب؟ كيف صور مع الكليب؟ كيف تعرف عليها؟ صور مع الكليب مع ليلى كنعان المخرجه.
أنا بشكرها كثير للست ليلى كنعان، إنسانة فظيعة فظيعة. أول شيء عملوا مثلا كيف بدو لك تيست على كاستنج على 40 ولد، ومن ضمنهم اختار جاد بطريقة غريبة يحفظ المشاهد. حلو. قامت قالت الست ليلى كنعان بدنا نعرضه على هيفا لنشوف إنه هالشيء إذا كان بيعجبها هيفا. وهي شافته هيفا صدقا طارت فيه كثير، وقالت لي هيدا الصبي اللي بده يكون ابني بالفيديو كليب حلو تاع هيدا. عملوا له كم مشهد لجاد كثير، يعني اللي اكثر جننهم انه من اول مشهد يحفظ على طول، وكان اثناء اصغر من هيك كثير، كان عمره 5 سنين. وعمل باعجوب الدور بطريقه غريبه، وعملنا الفيديو كليب 5 ايام ورا بعضهم، وبكل نجاح وبكل شيء. هلا بعد الكليب لامتى ضلت عم تتواصل معكم هيفا؟ وامتى بلش مثل ما عم تقولي العارض او بعد الكليب اللي تواصلت معنا ليلى كنعان. اوكي. ليلى كنعان كانت وقفت جنبي، عرفت فجأة كانت عم تتصل فيي، عرفت قلت لها شيش بك، قلت لها الصبي ساخن كثير، رجعوا لي اياه بالمدرسه وقع بالارض. خلينا نحكي بس بعد قد ايه الكليب؟ قد ايه العمر؟ بعد ما صار فيها ما في تقريبا بس لعمل الفيديو كليب. الفيديو كليب طول لطلع على التلفزيون. اوكي. الصبي ما كان مبين عليه العوارض، تلاقيه للصبي كيف بدي اقول لك، حسوا هالصبي ما يعني وقف نموه لعمل الفيديو كليب، قعد سنه الفيديو كليب. الصبي حسه عم يدبل، بس ما في اي نتائج انه يوقع ولا شيء. قسما هو طلع اول يوم طلع على التلفزيون الفيديو كليب، ما في ثاني يوم ثالث يوم بيرجعوا لي الصبي فاقد الوعي. من المدرسه. اي مدرسه كانوا؟ مدرسه محمد شامل تاعت الحريري. بيرجعوا لي فاقد الوعي. شوف في قال الولد عم يبول دم وداخل واتقشط بالارض. ما كنت مكتشفه مرضه، انا ما كنت ابدا مكتشفه مرضه، ما في شيء يعني مرضه، لانه ما بدل ذكي وبضله كل شيء، بس هو بجسمه. بالجسم كيف بالجسم بيتبال يعني. ما بياكل. يعني كيف بدي اقول لك، يعني يحسوا هزيل الصبي، وحسوا كيف بدي اقول لك يكون ما اشبه شيء بتلاقيه بيقشط. عم يروح دم كان. اوكي. فوتوا على المستشفى. قامت حكمت الدكتوره فيميا الحايك، طلبوا لي الدكتوره فيميا الحايك. وين باي مستشفى؟ بالمستشفى الحكومي التخصصي. تاعت التخصص هذه عيادات الخاصه. عيادات الخاصه عفوا. طلبوها وفعلا كانت انسانه، طلعت عملت له فحوصات وكذا، قالت لي ابنك علاجه طويل ومكلف وبده يضل ليبلغ، وبدك تديري بالك عليه لانه معه من الدرجه الاولى. اوكي. وصفينا. قد ايه كان عمره يومتها تحديدا؟ كان عمر الصبي عمل الفيديو كليب ب5 سنين، يعني كان عمره 6 سنين. 6 سنين. طيب شو كانت عم تقول لك الدكتوره؟ قد ايه بكلف العلاج؟ كانت عم بتقول لي العلاج مكلف، يكلف العلاج اذا بدي انا الابر هلا الابر كل ما بيكبر الصبي بياخذ نتيجه ابر اكثر. اوكي. بس هلا كمثلا جرعاته الصبي 3 ابر. بكلف 3 ابر. 3 ابر بالشهر. كلفة الابره، اما جيبي لي الابره وساره، جيب لي كبيره انت الفاترينا بتكلف علبه عفوا بس كان عم تقول 3 ابر بالشهر يعني ولا كيف؟ بالشهر. بكل 10 ايام ابره. هالابره ل 10 ايام ابره 395,000 الابره. يعني 400 الا 5000 الابره. طيب كنت عم تقولي لي انك انت كنت عم تحكي مع ليلى المخرجه ليلى كنعان، وخبرتيها سعرها للابره هون. خبرتيها هيدا الابره اكتب سعرها للابره هون نحكي. وخبرتيها لليلى انه الطفل هيك شوي تعبان ومريض. شو كانت عم تقول لك ليلى؟ ليلى لما خبرتها انه مريض وتعبان قالت لي انا بدي اجيب له بسكليت واجي لعند الصبي لما اطلع عليه، لان عرفته انه كثير انظلم بسعره بالهيدا. بتقولي انه ليلى كانت عم تقول لك انه بدها تيجي على البيت تزورني لانه ما خلص الفيديو كليب وكذا، لانه جاب مريض، جابت له بسكليت. حلو. جابت له بسكليت وجابت لنا هدايا لنا، ووقفت معنا بطريقه غريبه، وصارت تحاول لتقدر تساعد جاد اي فيديو كليب يصير تطلبوا $100 يستفيد 5 ان شاء الله كذا عشان تساعدوا بالعلاج للصبي، يعني اي شيء تكون تنزل جاد عشان تساعدوا له $100 لجاد. كانت خيره لنقول كثير. طب كيف صار انه الفنانه هيفا وهبي هي ساعدته لجاد؟ كيف صارت معكم؟
كيف صارت معنا من اي ناحيه؟ يعني عم تقولي انه ليلى اجت لعندكم على البيت نعم. وكمان زعلت انه جاد كثير 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 بطريقه غريبه. بس امتى بلشت الفنانه هيفا وهي بتساعدكم؟ كيف عرفت انه جاد مريض؟ ما عم نقول لك، لما اجت لعندي الصحافي لهون وحكيت، اتصل فيها رامي زين الدين اوكي وحكي معها. كان في صحافي مؤتمر صحفي عندك ببيتك يعني؟ ايه اجى هو جرس ايه حكي معنا، صور نزلوا على التلفزيون. شافتني على التلفزيون هيفا. كان يمكن حاكي طلعت على التلفزيون مباشرة بالتليفون وعملت مداخلة على الخط. قال أنا جاد ما بريد أبدا حدا أنا اللي بتمنى جاد، وإن شاء الله مكتوبين هولي مثل ما قالت انه وإن شاء الله أنا ما بريد حدا يقرب عليه لجاد، وأنا اللي طالما هي موجودة طلعنا وهي من الفرح صراحة. وكلياتنا كنا متوقعين هيفا حتقول هيك، لأن هي صاحبة مبادرة، هيفا صاحبة مبادرة غريبة صح. وحنونة كتير بطريقة غريبة يعني. وأنا كنت شوفها صراحة بالفيديو كليب، لك إذا كنت واقفة تقول لي ماما عودي أنت تعبتي أنت كذا، يعني بحس إنه إنسان هيفا. بس في شغله انه هلا اللي صار بما انه هيفا طلعت على التلفزيون وعبر الصحافي وقالت انه ما حدا بقرب صوب جاد الا انا حساعده طالما انا موجوده، واليوم هيفا توقفت عن انها تساعد جاد. هلا الناس اللي كانوا اوريدي ناويين يساعدوا جاد شالوا ايدهم من الموضوع لانه في حدا بديل. يعني اليوم انقطعت صله الوصل والرحم بين الناس اللي كانوا عندهم النية يساعدوا جاد، لأنه هيفا أعلنت هذا الشيء. نعم. واليوم الناس ما عارفين إنه هيفا توقفت عن مساعدة جاد. لا ما عارفين. اليوم بدهم يعرفوا إنه هي توقفت عن مساعدة جاد. ربما يكون سوري بكلمتي، ليش أنا هلا صرنا موقفة عن علاج جاد شو 10 أشهر مزبوط؟ 10 أشهر شو 10 أكثر أكثر صاروا سنة بالضبط. سنة. ليش أنا ما طلعت حكيت بأي مكان؟ ليش ما طلعت حكيت؟ رح أقول لك هالسؤال مهم لازم تسألني إياه. ليش؟ عم بسألك ليش؟ لأنه صراحة سنة عادت وصدقا قد ما اجتني مجلات وقد ما اجتني ناس وقد ما تدخلت ناس تفوت بالخط. ليه ما أنا فتت وحكيت؟ لأنه كان عندي أمل لما نام على مخدي وقوم اسمع اتصال من هيفا انه انا ما كنت عارفه انه توقف عن علاج الصبي وانا ما بتركك. خلينا نحكي الامور مثل ما هي. اول شيء عندي سؤالين. السؤال الاول انه بهالسنه وشهرين كيف قدرت دبرتي وضع ابنك ماديا؟ السؤال الثاني ليش ما طلعتي على الاعلام وقلتي انه هيفا توقفت عن المساعده مثل ما وعدت؟ خوفت عن الابتزاز الفكري. عندك اثباتات يعني؟ انا صراحه ليه ما طلعت للاعلام؟ لانه انا بقول يلي ساعدتني سنه ووقفت جنبي 10 أشهر سنة، هني سنة 10 أشهر، مش ممكن رد المنيح بالإساءة وأحكي كلمة لو شو ما كنت، حتى لو كنت بحاجة إني متضررة من هالشي هيدا، بس ما بقدر لأنه بعد إنه هيفا وقفت جنبي. وبهالشي هيدا الإنسان لما مدلي إيدي المساعدة لو شهر لو أي قد ما كان ما بقدر إنه أقول إنه ما وقف جنبي. وبنفس الوقت ما كنت مصدق إنه هيفا حتوقف، لأنه صراحة لما والله نام على مخدي قوم تاني يوم أقول إنه هيفا حتتصل فيي، لأنه صدقيني يمكن عم موصي ناس، هالناس ما عم بيوصلوا لي الخبر، ما عم بيقولوا لي هذا بدنا نوصل له. انت ما عم تنكر انه هيفا ساعدتك. لا 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 بس انت بدي حقك تسالي انه ليش هيفا وقفت. ليش؟ السؤال لك انا ليه مقهوره؟ انت بتقول انه انا مضرر جاد كثير بهالمساله. انا وصلت لمرحله لما وقفت الابر لابني ولعبت له بعيار الابر فوتته على المستشفى وابني انضر كثير بهالمساله. شو لعبتي له بعيار الابر؟ يعني مثلا انا ما دام ما اضرب الابره لابني يكون عيارها هالابره بدها تضايله 10 ايام، خليها تضايله 15 يوم. تعطيه شوي عيار الابر عشان تضلها ماشي بجسمه، عشان ما اقدر منين بدي اروح جيبها؟ منين بدي اروح امنها؟ لما دق باب خيي ساعدني مره، ساعدني مرتين، الثاني ما ساعدني. اكثر شيء تأذيت لما رحت طلبت من اقرب الناس لي بتعرف شو قال لي؟ انه هيفا عم بتساعد. قال لي هيفا عم بتساعدك. حاج بقى ابتزاز. حدا بيقربي؟ يعني افتكروني يعني كل اللي كانوا قاعدين وقت هيفا لانه بيعرفوا هيفا ام الكرم ما كانوا يصدقوني. قال لهم والله هيفا ما عم بتساعدني، ما عم بيوصل لي شيء منها. انا اتصلت اكثر من حتى المكالمات اللي حطيتهم بالمكفي. ساندرا سكرت الخط بوشي. ساندرا هي بمكتبها بدك اكثر ما تتهرب جيريوس ويأكد تقول لي هيفا مش موجوده، وثاني يوم شوف هيفا عامله حفله ببيروت بالموفنبيك. ايه يكون يوم. قلتي لي من شوي انه في حدا صار يقول لك من عندها بيشتغل عندها يقول لك